المستشفى اتصلت تعزيني في وفاة أمي، بس أمي كانت قاعدة معي. كنت في بيت أمي بنشرب قهوة الصبح، وفجأة تليفوني رن برقم غريب معرفوش. ردت عليا ست وسألتني: معايا الآنسة يسرى؟ وقالت اسمي بالكامل. ولما أكدت لها قالت لي إنها بتكلمني من مشفى وبتقدم لي العزاء في وفاة والدتي، وبتسألني هكون فاضية إمتى عشان نخلص إجراءات الدفن والجنازة. بصيت لأمي اللي كانت قاعدة قدامي وقلت للست اللي بتتكلم: حضرتك غلطانة في الرقم. الست كررت اسمي تاني وقالت لي تاريخ ميلادي بالظبط ورقم تليفوني وعنوان البيت. سألتها عن اسم الست الميتة، بس عمري في حياتي ما سمعت الاسم ده قبل كده. الموظفة شرحت لي إن الست دي ماتت لوحدها في شقتها، وما كانش فيه أي معلومات عن قرايبها أو عيلتها، بس بياناتي أنا بالذات كانت مكتوبة ومكررة في كذا مكان في شقتها. قلت لها تاني: يا فندم، أمي عايشة وصحية وقاعدة جنبي. حصل سكوت طويل على الخط، وبعدين الموظفة رجعت قالت لي بنبرة هادية: طيب، ممكن تيجي تتعرفي على الجثة؟ أمي رفضت تماماً تيجي معايا، وكانت بتقول لي مفيش داعي ندخل نفسنا في حوارات، بس ملامحها كان باين عليها الخوف أكتر من الشك. لما وصلت ما دخلونيش على طول للجثة، وروني الأول صورتها. الست كانت تبان في أواخر الستينات من عمرها، شعرها رمادي غامق ووشها رفيع ومسحوب، بس عمري ما شفتها. سلموني شنطة صغيرة فيها متعلقات الست اللي لقوها في شقتها، لأن كل حاجة فيها كان مكتوب عليها اسمي. ما كانش فيه ذهب ولا فلوس، كان في بس ظرف مقفول ومفتاح بيت قديم. الظرف كان مكتوب عليه من بره اسمي اللي أهلي كانوا يندهوني بيه وأنا صغيرة خالص، وتقريباً محدش يعرفه. فتحت الظرف ولقيت جواه صور ليا. أول كام صورة كانوا عاديين، بس لما قلبت بقية الصور جسمي أشعر. الصور الباقية ما كانتش صور متصورة برضايا. أحدث صورة فيهم كانت من 6 أيام، كنت واقفة في مطبخي ومدية ظهري للشباك، والصورة متاخدة من بره البيت. مشيت وجريت بعربيتي على بيت أمي، رميت الصور قدامها، بدأت أقلب فيهم بسرعة لحد ما وصلت صورة الست الميتة، وفجأة إيدها وقفت وصوابعها اترعشت. سألتها: تعرفيها يا أمي؟ قالت لي إن وأنا عندي حوالي 4 سنين بدأت أتكلم عن شخصية كنت بسميها ماما التانية. أهلي وقتها افتكروا إنها صديقة خيالية من وحي خيال الأطفال. أمي قالت لي إن وصفي ليها وقتها كان ست شعرها أسود ووشها طويل. وفي ليلة من الليالي أمي سمعت صوت وكلام طالع من أوضتي بالليل، فطلعت تجري، لقيتني واقفة فوق السرير والشباك مفتوح، وكان في ست واقفة بره في الجنينة بتبصلي. أمي صرخت بأعلى صوتها، فالست دي اختفت في الضلمة. بعد الحادثة دي ومع الوقت نسيت الموضوع ومبقتش أجيب سيرة ماما التانية، وأنا نفسي ما كنتش فاكرة أي حاجة من دي. أول ما وصلت بيتي قفلت كل الشبابيك والأبواب ورميت ظرف الصور في درج المطبخ. الليل عدى في هدوء لحد الساعة التانية بعد نص الليل. سمعت صوت حركة برا شباك أوضتي، سمعت صوت همس، ست بتهمس باسمي. تسمرت في السرير من الرعب والهمس رجع تاني. الصوت فضل برا شباكي حوالي ساعة كاملة. طبعا ما اتجرأتيش أبص من ورا الستارة. بعد الليلة دي اتخلصت من الصور تماما وقعدت عند أمي فترة طويلة. لحد النهاردة أنا معرفش الست دي كانت مين، وليه كانت بتراقبني وتطاردني من وأنا طفلة لحد ما كبرت.